بعدما وصفها بالعروبية. بوتازوت تعلق على خلافها مع حسن الفد. إليكم التفاصيل. خرجت الممثلة المغربية دنيا بوتازوت عن صمتها في تصريح صحفي فيما يخص تفاصيل الخلاف بينها وبين الممثل المغربي حسن الفد. وأعربت بوتازوت عن غضبها من تصريحات حسن الفد الأخيرة التي خلقت جدلا كبيرا، مسببة في استفزاز أسرتها على حد تعبيرها خلال حديثها في بودكاست سم وعسل مع الإعلام المغربي فهد الهاشمي. وصرحت بوتازوت أن خلافا لم يكن بينها وبين الممثل حسن الفد بالرغم من استمرار سلسلة كبور دون الشعبية وانسحابها منها في أوج السلسلة بالنظر للنجاح الذي حققته. ولفتت الفنانة المغربية إلى أن الشهرة التي اكتسبتها لم تكن سلسلة كبور والشعبية سبب في تحقيقها، وأكدت: أنا جيت عند نجمة، أنا ما جيتش بدون اسم، فرضت وجودي وشخصيتي. ولم تغفل بوتازوت عن التعقيب على وصفها بالعربية، حيث صرحت دنيا بوتازوت بالنسبة للقب ديال بلدية: وإلا كانت كلمة عربية معيورة فأنا عربية حتى النخاع، يمكن خانوا التعبير، كتبقى مسألة كتخصو. يذكر أن حرب كلامية اندلعت بين الفنان حسن الفد وزميلته الفنانة دنيا بوتازوت عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عن أسباب توقف سلسلة الكوبل. ونشرت بوتازوت على حسابها الرسمي بإنستغرام قالت فيه ردا على تصريحات سابقة لكبور قلل فيها من دورها في نجاح سلسلة الكوبل: إن النجاح يحكم يا عزيزي مقهور، وغدا ألقاك في عقر دارك مقهور مقهور، مضيفة: لولا قهرك لما تحدثت عني في كل مكان.